المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإيرتية، وفيها إحياء ذكرى تحرير مدينة نغفة، تنوير حول تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض الدرن والحصبة الألمانية في القاشبركة. الأمطار تسبب أضرارا في مديرية حلحل. مجلس الأمن يتبنى قرارا لوقف إطلاق النار في غزة خلال رمضان. دوماي فاي رئيسا للسنغال والائتلاف الحاكم يقر بالخسارة. وفرنسا تنشر مزيدا من الجنود في وحدة مكافحة الإرهاب. أهلا بكم مشاهدينا. تم في 23 من مارس الجاري الاحتفال بالذكرى 47 لتحرير مدينة نغفة بتنظيم جولة في دفاعات فارنيلو التاريخية وتوريث التاريخ والفعاليات الفنية. وأوضحت كلمة اللجنة التنسيقية في المناسبة التي حضرها وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول قبراب وحاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرهة، أوضحت بأن احتفال هذا العام يعتبر استثنائيا لتنظيمه في الجناح الأيمن من جبهة نغفة، مشيرة إلى أن الصمود والتضحيات التي شهدتها نغفة وضواحيها كانت أساس الانتصارات المسجلة في المراحل والمواجهات اللاحقة. وقال مدير مديرية نغفة السيد يعقوب إدريس أن التاريخ والموقع هو المكان الذي نجدد فيه التزامنا بالوفاء بأمانة الشهداء، وهي دفاعات يحمل كل منها التاريخ والبطولات. وقدم قدام المناضلون شرحا في الحفل الذي حضره أعضاء وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بشكل جماعي وطلاب وأهالي نغفة ومواطنون قادمون من مختلف أنحاء الوطن، قدموا شرحا حول دفاعات فارنيلو والبطولات التي شهدتها والتضحيات المقدمة وحياة المناضلين. وقد تحررت مدينة نغفة في 23 من مارس عام 1977 بعد 6 أشهر من الحصار والقتال المرير، وهي رمز المثابرة والتفاني في النضال التحرري. دعا مسؤول مكتب التعليم في مديرية كركبة الأستاذ محمود إدريس إلى تضافر الجهود لرفع مشاركة الطلاب بما يتماشى مع المؤسسات التعليمية الموجودة. وأوضح وجود 38 مركزا لتعليم الكبار وأربعة رياض أطفال و15 مدرسة ابتدائية و5 مدارس متوسطة ومدرسة ثانوية واحدة في 12 إدارة ضاحية في المديرية. وقال إن دراسة استقصائية للأطفال غير الملتحقين بالمدارس حددت وجود أكثر من 5700 طفل في سن الدراسة، مضيفا أن سبب قلة عدد الطلاب مع الفرص التعليمية المتاحة يرجع بشكل رئيسي إلى عدم تجمع القرى وحياة الترحال الرعوية. وذكر بأنه سيتم عقد منتدى تعليمي قريبا لمعالجة قلة الحضور في العملية التعليمية. قدم تنوير حول الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض الدرن والحصبة الألمانية وتوزيع فيتامين A في إقليم القاشبركة. وشارك أعضاء فريق العمل من 16 مديرية في الاجتماعات التي عقدت في تيسيناي وبارنتو في الفترة من 23 إلى 26 من مارس الجاري. وأوضح السيد تيدروس يحدقو رئيس برنامج التحصين الوطني بوزارة الصحة أن إريتريا اكتسبت في مجال الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات بشكل عام ولقاحات الأطفال دون سن الخامسة بشكل خاص اكتسبت خبرة مثالية، حثا أعضاء فريق العمل إلى العمل ملتزمين بتنفيذ الخبرة المكتسبة خلال الحملة الوطنية المقرر تنظيمها في الفترة من 24 وحتى 28 من أبريل القادم. ودعا جميع المستفيدين إلى زيادة تعاونهم، لأن عدم الاستقرار في البلدان المجاورة وعدم التطعيم للأطفال وكذا عدم إكماله يمكن أن يؤدي إلى انتشار مرض الدرن والحصبة الألمانية. ودعا جميع الأطراف إلى زيادة تعاونهم حيث تأخذ الحملة هذا التهديد في الاعتبار. وبهذه المناسبة سيتم إعطاء التطعيم ضد الدرن والحصبة الألمانية بشكل مستهدف للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر إلى 5 سنوات في قلوج وفورتوساوا وملقي وتيسيناي وكركبت وسلعة وغوني وأعالي القاش، والقيام بأعمال بحثية دقيقة في المديريات الثمان المتبقية بالرجوع إلى شهادة التطعيم. وذكر حاكم إقليم القاشبركة السيد السفير محمود علي حروي
ذكر بالقيام بمتطلبات كافية، وعلى القيادة الغربية تعزيز مراقبة الحدود الشمالية الغربية فضلا عن مشاركة الأجهزة الأمنية الأخرى في الحملة. كما أكد أنه سيتم القيام بعمل جاد لضمان مساهمة الإدارات والهياكل الحكومية الأخرى والجبهة. وتشير التقارير إلى أن تغطية التطعيم ضد الدرن في القاش بركة ارتفعت من أقل من 20% في عام 1995 إلى أكثر من 95% بحلول عام 2020. اختتم في 23 من مارس الجاري الأسبوع الطلابي الذي بدأ في المدارس في فبراير الماضي باحتفال كبير في مدينة دقة محرية، وتضمن اليوم الذي شارك فيه طلاب المدارس المتوسطة والثانوية الرقص والدراما والألحان الوطنية والجمال التقليدي والخطاب والنقاش والمعلومات العامة. وقال الشباب أن هذا اليوم منحهم فرصة للتعرف على مواهبهم الكامنة وعرضها. وقال السيد يماني أبراه مدير المديرية أن إدارة المديرية ستساهم في استدامة هذه البرامج. وجه مكتب السياحة دعوة لمقدمي الخدمات في مديرية تسني للتركيز على الكفاءة والفعالية في خدماتهم. وأوضح مسؤول المكتب السيد دخل إيمانوت مها في الاجتماع الذي ضم مكاتب السياحة والصحة والزراعة بأن هناك أكثر من 360 مرفق خدمي، وحثهم على الالتزام بإرشادات السياحة. ودعا مسؤول الصحة العامة السيد عوت مبراتو وأصحاب عمال المرافق الخدمية السياحية إلى زيادة وعيهم بالأمراض المعدية واتباع الإرشادات الصادرة لضمان الصحة والسلامة وحمل البطاقات الصحية. وقال خبير مراقبة الثروة الحيوانية السيد محمود أحمد أن على متاجر اللحوم تقديم لحوم صحية للمستهلك مصدرها المسلخ الرئيسي، موصيا بعدم ذبح الذبائح في مرافقهم. واقترح المشاركون الحد من المنشآت التي تقدم خدمات غير قانونية في الشوارع، وضبط العاملين الذين لا يملكون بطاقات صحية. تم تخريج 300 شاب تم تدريبهم في مختلف المهن والعلوم الاجتماعية في 24 من مارس الجاري في مديرية مندفرة. وقال مسؤول الشباب في المديرية الشاب صالح محمد سعيد أنه تم خلال هذا التدريب الذي استمر من شهر إلى 3 أشهر تم تدريب 176 طالبا من طلاب الصف التاسع في العلوم الاجتماعية، وتدريب 124 شابا في مجالات مد خطوط الكهرباء وتركيب الطاقة الشمسية فضلا عن الرسوم المتحركة وتصفيف الشعر. وقال أنه من بين الشباب المدربين مهنيا تم تحديد 40 من قبل إدارات الضواحي وحصلوا على تعليم مجاني، مشاكرا مكاتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ووزارة التعليم على تعاونهم. وفي حديثه في حفل التخرج قال رئيس فرع الشباب في الإقليم الجنوبي السيد قرماي قبرو أن تعليم المواطنة الذي يركز على رفع الوعي السياسي للشباب قد تم تقديمه بالفعل ل 500 طالب هذا العام، داعيا الشباب لتطبيق الدورات المهنية التي حصلوا عليها في مختلف المراحل. تسبب تساقط الثلوج بقذارة في مديرية حلحل في إقليم عنسبة في 22 من مارس الجاري في إتلاف البساتين وطرق النقل. وذكرت وكالة أنباء الرنا أن أكثر من 19 هكتارا من الفواكه والخضروات تضررت بسبب الأمطار، بينما تعرض جسر على طريق حلحل قبي ألبو لأضرار طفيفة. إلى جانب ذلك تضررت طرق النقل بين حلحل سانقا وحلحل ماي أوالد بسبب الفيضانات. وفي الوقت نفسه توفيت امرأة حامل واحترقت منازل في ضاحية أوروتا في مديرية أصمات نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت يومي 12 و18 من مارس وفقا لمصادر محلية. وفي حادث مماثل دمرت عاصفة قوية غرفتين من المكتب في ساعات ما بعد الظهر من يوم 23 من مارس حسب ما قال المسؤول التنفيذي لضاحية عد خاونتا السيد كفلوم قبر إزقابير، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في هذا الحادث. مشاهدينا نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرتياح، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. بعد 6 أشهر من خوض إسرائيل حربا دامية في قطاع غزة أودت بحياة أكثر من 32 ألف فلسطيني، مرر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان. وطالب القرار أيضا بالإفراج عن جميع الرهائن الذين تم احتجازهم خلال الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في 7 من أكتوبر في جنوب إسرائيل. ورغم امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، علقت ليندا غرينفيلد مندوبة الولايات المتحدة
في مجلس الأمن على القرار قائلة: نقترب أكثر وأكثر من وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. وأضافت أن بلادها وعلى الرغم من عدم التصويت لصالح القرار لكنها تدعم بعض بنوده. ويطالب قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار بغزة خلال شهر رمضان، وبضرورة أن تلتزم به جميع الأطراف، وأن يؤدي إلى وقف ثابت ومستدام للحرب، وينص بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. ويشدد على ضرورة امتثال طرفي الصراع لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي بشأن جميع الأشخاص المحتجزين. أقر الائتلاف الحاكم في السنغال رسميا بفوز مرشح المعارضة بصيرو ديوماي فاي في انتخابات الرئاسة، بعد أن أظهرت نتائج رسمية أولية أن مرشح حزب باستيف المحظور يتجه لحسم المعركة من الجولة الأولى. وقد هنأ الرئيس المنتهي ولايته ماكي سالي ديوماي فاي على فوزه بالانتخابات من الجولة الأولى، كما أشاد بالأجواء التي جرى فيها الاقتراع. وقبيل إعلان النتائج الرسمية الأولية، أقر مرشح الائتلاف الحاكم أمادو فاه بالخسارة في صورة تعكس تغريدا سياسيا ظل سائدا خلال ربع قرن. فمنذ خسارة الرئيس عبد الضيوف أمام منافسه عبد الله واد العام 2000 وخسارة واد أمام منافسه ماكي سال، اتسم انتقال السلطة بالإقرار بالخسارة وتسليم السلطة للفائز بشكل سلمي. ويعد بصيرو ديوماي فاي والذي يوصف بأنه مرشح من خارج المؤسسات الرئيس الخامس للسنغال. وكانت عمليات فرز الأصوات أظهرت تصدره بنسبة تتخطى العتبة المطلوبة للحسم من الجولة الأولى. قال رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال أن باريس تزيد عدد الجنود في وحدتها لمكافحة الإرهاب التي تتعامل مع التهديدات الإرهابية. وذكر أتال أن 4000 فرد إضافيين من الجيش سيتم وضعهم في حالة تأهب للانضمام للوحدة، فضلا عن 3000 فرد موجودين بالفعل على قوة الوحدة التي تحمي مواقع مثل محطات السكك الحديدية ودور العبادة والمدارس والمسارح في أنحاء البلاد. ورفعت الحكومة الفرنسية مستوى التحذير من الإرهاب إلى أعلى مستوى عقب واقعة إطلاق رصاص في موسكو. أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي غايا أن السلطات قبضت على 147 شخصا للاشتباه في صلاتهم بتنظيم داعش في عمليات على مستوى البلاد. وأشار إلى أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه بهم في عمليات متزامنة في 30 إقليما. وأضاف أنه تبين أن المشتبه بهم كانوا ينشطون داخل تنظيم الدولة الإسلامية وانخرطوا في صراع مسلح ضمن التنظيم وساعدوا في تمويلهم. وكان 40 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش قد أوقفوا في 8 مقاطعات بحسب السلطات. وأعلن وزير الداخلية عن توقيف ما مجموعه 2919 شخص في تركيا منذ الأول من يونيو يشتبه بأنهم على علاقة بالتنظيم المتشدد. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. إحياء ذكرى تحرير مدينة نقفة. تنوير حول الحملة الوطني للتطعيم ضد مرض الدرن والحصبة الألبانية في القشبركة. الأمطار تسبب أضرارا في مديرية حلحل. مجلس الأمن يتبنى قرارا لوقف إطلاق النار في غزة خلال رمضان. ديوماي فاي رئيسا للسنغال والائتلاف الحاكم يقر بالخسارة. وفرنسا تنشر مزيدا من الجنود في وحدة مكافحة الإرهاب. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.